مثل هذا الحمض الامين الهام اللي موجود بسهوله جدا في البقول. طب ما ناكلهم فول يا دكتور مجدي؟ صحيح، بس في مشكله تانية، البعض بياكل الفول ويبقى سعيد. ليه بقى؟ لان هو اصلا عنده مشكله في امتصاص التريبتوفان من الواحد، او ان هو ما بيحطش عليه فيتامين سي، نسي يحط الليمون او نسي ياكل الفول مع الفلفل او البرتقال او البروكلي او الكيوي، اي هتكون فيها فيتامين سي في وسط الاكله دي او بعدها على طول، او ان هو بيدخن بكميات كبيره، او ان هو بيتعرض لملوثات او بياخد خمره او مخدرات. لو عمل الحاجات دي كلها هيبتدي بعد كده ان هو ما يقدرش يستفيد من مفهوم السعاده الفوليه اللي موجود بسهوله في البقول. برضه من الحاجات المهمه اللي لقيناها ان البقول بترفع المناعه. وصحيح البقول بتديني بروتين وتديني حديد، واللحمه بتديني نفس الشيء بروتين وحديد، ولكن البقول تتفوق على اللحمه في ايه؟ انها فيها الالياف الغذائيه، ان البقول خاليه من المواد المسرطنه، على العكس البقول بتديك الالياف الغذائيه اللي تحمي من السرطان. اللي بياكلوا لحمه حيوانيه كتير في الاخر للاسف بعد كده بعد عمر طويل بيبقى عندهم سرطانات في القولون، دي مشهوره جدا. بياع اللحمه يختلف عن بياع الفول، بياع اللحمه بتلاقيه وزنه زايد جدا، عنده نوع من العصبيه والنرفزه، ما بيضحكش خالص وعموز. بياع الفول خفيف الدم، خفيف الوزن، مناعته افضل وما يجيلوش سرطانات برضه للاسف. دكتور مجدي ده يبقى علشان هو بيتناول البقول ولا عشان مجرد ان هو بيبيعها؟ لا، عشان هو بيتناولها، بيبيعها وبياكلها. بيبيعها وبياكلها، دي حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه برضه المهمه ان احنا لاحظنا ان بيقول العدس لحم الفقراء. العدس بيدينا البروتين بتاع اللحمه كويس بكل انواعه، الاصفر والعدس بجميع انواعه، بجميع انواعه. والعدس كمان هيديني الالياف، والعدس هيديني ماده جميله جدا في رمضان انا محتاجها اللي هي الليوسين، اللي هتخلي انا عضلاتي ما تتعبش، هيخليني اقدر اقاوم الاجهاد، اقدر اقاوم التعب، واقدر اقاوم الحرمان من الطعام خلال شهر رمضان. يبقى العدس برضه عايزين نشرب عدس وقت الفطار كل يوم وما نخافش ان شاء الله. عصير الفاصوليا، اتضح ان الفاصوليا فيها مادتين، الفاصوليا الخضراء خاصه فيها مادتين بيعملوا منهم ادويه حديثه دلوقتي لعلاج مرضى السكر وتنشيط الانسولين عند مرضى السكر، فبرضه بننصح بيها بشكل عام للناس بشكل عام وللمرضى السكر، لان 10% من المصريين بيبقى عندهم للاسف سكر. خبز الترمس اتضح دلوقتي حاليا. ثواني يا دكتور مجدي، بالنسبه لعصير الفاصوليا، ايوه، عشان دلوقتي ممكن الساده المستمعين او ربة البيت بالذات متحيره تقول ازاي عصير الفاصوليا يتناول تسلقها وتضربها في الخلاط بالخلاط والانسان يتناولها بعد كده ان شاء الله، او ممكن ياكلها طازجه او بس عايز ياكلها طازجه، ياكلها طازجه ويهرسها هرس ويطحنها طحن بدروس، مش يبلع عليه على طول. لا يطحنها كويس يعني. خبز الترمس العالم كله ابتدى دلوقتي يرجع تاني للبقول، بيحطها في السلطه، بيحطها في الشوربه، بيحطها مع المكرونه، بيحطها مع الرز، بيحطها مع حتى اللحم نفسها. والجديد كمان ان هم يبتدوا ياخدوا دلوقتي البقول زي الترمس او الفول السوداني ويطحنوه ويضيفوا له دقيق. ودقيق الخبز دلوقتي الموجود في اوروبا بيتكون من خبز القمح بتاع القمح، دقيق القمح، ومعاه كمان فول سوداني ومعاه ترمس، فاصبح الرغيف الفرنساوي او الرغيف الايطالي او الالماني رغيف مغذي جدا. واحنا كنا على حسابهم لان احنا الرغيف الفرعوني كان فيه 7 انواع وكان فيه الحاجات دي وكان مغذي جدا. انيميا الفول موجوده لان في ناس، بعض الناس تاكل الفول بيبقى عندها تفاعلات ان هو مش قادر يتفاعل مع الفول، فيبتدي يتكسر دمه ويحصل له مشاكل. دول للاسف بنمنعهم عن الفول مدى الحياه، عكس الناس اللي عندها حساسيه الفول. الناس اللي عندها حساسيه الفول بنحدد نوع الحساسيه ايه وممكن يشفى منه من 6 شهور ل4 سنوات، وفي الفتره دي بنمنعه من جميع انواع البقول. وطبعا اللي عنده هذه الحاله بالنسبه لانيميا الفول بيبقى معروف والام بتاخد بالها من طفلها، بيبقى معروف من صغره اذا كان هو سهله جدا ان هو بتلاقي الطفل يبعد مره واحده لونه يبقى باهت شاحب، البول ينزل احمر داكن اللون، العين بتصفر، لازم على طول مع مغص البطن لازم على طول يروح اقرب مستشفى ويحصل العلاج السريع ان هو بيديله نقل دم. انيميا الفول ده بالنسبه يعني الموضوعات اللي حضراتكم ناقشتوها في الندوة. طيب دكتور مجدي، بالنسبة للبقول بشكل عام وبنخص الفول، ايه الطريقة المثلى اللي نتناولها
بالنسبة اللي نتناول بها البقول. يبقى احنا اول حاجة هننقعه، يبقى لازم يتنقع في البيت من 6 ل 8 ساعات، وبعد كده بالنسبة للفول ونستخدم ميه جديدة للغليان. اما نغليه ببطء جدا جدا جدا، نار هادية جدا على النار، اقل نار عندنا عند قدر الامكان. ويفضل كمان نضيف له العدس في خلال الطبخ ده او الطهي ده، وبعد كده نتناوله يبقى طازج ان شاء الله. وخلال عملية التناول يفضل برضه ان احنا نمضغ الفول جيد جدا عشان نقدر نستفيد من كل المواد الغذائية الهامة اللي موجودة فيه. طيب دكتور مجدي، بعض الاطباء بينصحوا بان احنا ننزع قشرة الفول. انا مش ميال للحته دي، حتى الناس اللي عندها قولون العصبي او مشاكل مع القولون او وعودة مرة اخرى مستمعينا وانضمام اذاعة القاهرة الكبرى مع اذاعة البرنامج العام لنقل وقائع محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك